يا ابني ليه؟ بص الربعات حلوين كيف؟ حتى العنبات بتاع الراجل اللي هناك ده مالهمش حل. خد منهم رزق ماليش حل السنه دي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زي الحال؟ زي الحال يا حاج جميل. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يا تعب نفسك يا اخي كيف؟ ما انت عندك الرزق كتير، ما تجري لك نفر يعيش معاك. أنا قلت بدل ما أنا قاعد في البيت يا حاج جميل ما راح أقعد في الغيط شوية وأحش شوية ربيع للسعية. عندكم بهايم حلوه. شكل البهايم كترت الايام دي والخير كتر. ما ابوك يا عم مش فاضي يا عم من الرزق. بس اخوك سافر، سمعت مش عارف راح قطر ولا عمان ولا راح فين. الله يساعده ويرزق وسيبه في حاله يا أخي. انا ما اطمن عليه يا راجل. بس قال لك الدوله اللي رايحه دي رواتبها حلوه قوي، ياخدوا بتاع 15,000 20,000. ياخد اللي ياخده يا أخي وربنا يرزقه. يا عم ربنا يرزقه، احنا ما نقول حاجه، بس هو برضه حالته حلوه وظروفه مرتاح، وانتوا مش محتاجين هنا. ابوك عنده بسم الله ما شاء الله على كيف، وانت ظروفك حلوه، واخوك اللي كان ما يبعد سمعت اللي هو شرى قراطين في النجع البحر. أنت مالك يا حاج جميل عم تحب تدخل نفسك في خصوصيات الناس ليه؟ يا عم انا مصاهر يا راجل. خليك في زعلت ليه حالك. كده؟ زعلت خليك ليه؟ في حالك يا راجل. انت زعلت ليه؟ انا مصاهر. روح لحالك يا حاج جميل ما تتدخلش في خصوصيات الناس يا حاج جميل، روح لحالك. يا عم انا مصاهر يا عم. روح لحالك يا راجل. خلاص روح يا معلم. يعني قاعد كده؟ امال ابوك فين؟ ابويا راح مشوار. مشوار؟ تلاقيه راح البنك يجيب فلوس. عارف انا ابوك ده اما يختص ويطلع بالتقيل. فلوس ليه يا عم؟ سيبنا في حالنا، روح لحالك يا حاج مالك. وانا قاعد معاك بس قلت بدل ما حد يكلمك انت. يا عم روح لحالك بس. يا ده انا مطمن على ابوك، يا ده يكون حصل له حاجه بدل ما انت قاعد لوحدك انت. خليك في حالك وما تتدخلش اللي مالكش فيها مالك. وبص ده عنده 20 30 فدان، وحتى الزقايم مزقها بيده، مش هين عليه يجيب له نفر. السلام عليكم. انت جيت. سلام ايه يا ورحمة حاج الله الموتور وبركاته. عطلان ولا ايه؟ عطلان والله. طب انت والله اصلا. طيب هي دي معاك ولا حاجه؟ لا الله يخليك يا حاج. فلوسه كتير. طب ما تجيب لك نفر يا حاج بدل ما تتعب نفسك، انت راجل برضه مش قليل في البلد، وعندك بسم الله ما شاء الله عندك حوالي 30 فدان. كل اعوذ برب الفلق. عشان ما احسدك يا عم، عشان ما احسدك يا راجل. ده من عرقنا ومن شجانا، ما تحسدونا ليه وحاطيننا في عينيكم ليه؟ طب سيبوا الناس في حالها. طب ما انا عارف لو من عرقك وشقاك انا قلت لك انت شاركت يعني. طب بس بقى بس اعمل اللي يعمل المعقول يا اخي، اعمل العادل يا اخي. ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، شوف لك شغلانه اشتغلها، خليك في حالك بس. ما تتدخلش في اللي مالكش فيه وسيبوا الناس في حالها، ما حدش مرتاح دلوقتي، اللي شغال هنا مرتاح ولا اللي متغرب مرتاح. ده حتى انا سمعت اللي ابنك جاي من سفر ومعاه شنط مستفه فلوس. هتبقى انت وابنك سيبوا حاجه للناس يا يا اخي. ساتر عليك راجل يا اخي، البلد سيبوا حاجة كلها يا اخي ما للناس يا سلمتش منك يا راجل. انت مش اما تبص للي مسافر ده غير وهو نازل من الطياره وجايب الشنط ومحمل. بدل ما انت ما تبص لهم روح وجرب، ما تبصش للنص الحلو بس في حياته، بص له وهو هناك وشقيان وطافح الكوته. يا اخي سيبوا الناس في حالها، هنروح منكم فين؟ خلاص يا عم، خلاص اتفتحت كده خلاص يا عم. ده راجل تعبان يا راجل، قعدنا نصار معاه شويه لفقنا شويه كلام يخرب بيت الناس وسنين.